السلام عليكم ورحمة الله. كنت نقلت لحضراتكم الحقيقة الحمد لله العبد الفقير إلى الله أول ما نشر لكم الفيديو ده الخاص بأن في ظاهرة مخيفة بتحير العلماء، إن أغنام بتسير بحلقة دائرية لمدة 12 يوم متواصلة. طبعا في فيديوهات بقى كتير جدا بدأت تظهر خلال اليومين الماضيين وكأن حدثا ما سيحدث. خليك دايما متذكر إني بنقل لك اللي بيحصل، أنا أنقل لحضراتكم ما يحدث، وهعرض لحضراتكم عدد من المقاطع الخاصة بالحيوانات وهي بتدور بالفعل حول نفسها بطريقة غريبة. لكن الخبر بتاع الصين هو اللي كان مؤكد وكان غريب جدا، والبعض قال انه ربما يكون بمرض اسمه الاستيريا او حاجة زي كده، لكن بعد كده الاطباء قالوا لا، ان احنا مش متأكدين ان الغنم مثلا او الخراف اللي ظهرت في الصين تحديدا عندها المرض ده. فهو كان واقعة غريبة جدا. خلاص كده فاحنا عرفنا ان الموضوع بدأ في الصين، والكلام ده اتقال انه في اوائل نوفمبر، والخبر نشر من حوالي 3 أو 4 ايام. طيب بعدها تم نشر فيديو اخر اللي حضراتكم شايفين هنا، طبعا بيظهر المقطع بتاع طواف الاغنام بداية. بصوا مقطع برضو كان متداول، وقيل انه في روسيا لعدد ضخم وكبير من الغزلان، عدد من الغزلان وهي بتدور برضو بهذا الشكل. بصوا ده الفيديو الخاص بطواف الغزلان او بحركة الغزلان ودورانها حول نفسها. برضو مقطع فيديو اثار الاهتمام الكبير. مشهد عجيب سبحان الله. هنا برضو بصوا مقطع اخر للطيور وهي بتطير في حركة دائرية بشكل متواصل. بصوا هي الطيور عادة بتعمل كده، الطيور عادة بتعمل كده وانا فعلا شفتها. بس برضو انت بتتكلم عن ان اللي منزل فيديو بيقولك لا، ده ايه بشكل متواصل زيادة عن المعتاد. طيب هنا برضو مقطع فيديو اخر للسلاحف. حتى السلاحف يا جماعة جايبين برضو ان السلاحف بتدور حول نفسها بهذا الشكل بشكل دائري ومتواصل، ومحدش فاهم حاجة. طبعا محدش فاهم اللي بيحصل. البعض بيتكلم بقى عن تغيير كبير في المجال المغناطيسي، او تغيرات كبيرة في المجال المغناطيسي. خلي بالك ان انت بتتكلم على برضو فكرة الجيل الخامس اللي بسببه انت بتطلق 100,000 قمر صناعي او 100,000 قمر اصطناعي للغلاف الجوي، فده بيعمل طبعا تغيير في المجال الكهرومغناطيسي. والدليل على كده حضرتك ممكن ترجع وتقرا، وانا كنت جبت لكم الخبر ده قبل كده، ان يا جماعة الامريكان قالوا ان بعض الطائرات الرادار بتاعها لا يلتقط الاشارات، اللي هي تحديدا الطائرات اللي بتدور فوق اماكن الشبكات الخاصة بالجيل الخامس وغيره. هنا برضو المشهد او المقطع الاخير أو قبل الاخير، لا هو ده اخر مقطع الخاص بان السمك برضو بيدور بشكل دائري في البحر. طبعا قولوا لي وجهة نظركم وتعليقاتكم، انما زي ما بقول لكم الله اعلم ان ده تغيير في المجال الكهرومغناطيسي للارض، دليل بقى على حدث ما عظيم سيحدث، موضوع ليه علاقة بالنيزك او المذنب اللي طوال الوقت تشوف الافلام الامريكية بتمهد له، وفي احاديث حتى عن بعض الصحابة وردت عن ان النيزك هيضرب الارض بقوة. وبعض العلماء واغلب العلماء قالوا لا، قالوا مفيش حاجة زي كده تحصل. هي المسألة طبعا خلافية ما بين العلماء. طبعا خلي بالك ان دي عدة مقاطع، مش جايب لك مقطع واحد خاص بالسمك، السمك عدة مقاطع مختلفة وهو برضو بيدور بشكل متواصل. بصوا في اماكن مختلفة بشكل دائري.